حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. مكملين بقى في سلسله فطار رمضان، والفطار النهارده لذيذ جدا جدا. معانا شوربه لسان عصفور، معانا صينيه جلاش باللحمه، وكمان طاجن البراني الصعيدي عاملينه باللحمه الضاني. المطبخ الصعيدي يا جماعه من المطابخ الغنيه جدا جدا بالاكلات الخطيره، ودي حاجه اكله منهم تحفه جدا. مش شرط طبعا تعمليها بلحمه ضاني، ممكن باي لحمه موجوده عندك، وكمان تنفع بالفراخ بتبقى برضو حلوة جدا جدا. بصي البامية لذيذة ازاي وخفيفة، ما فيهاش اي طماطم او اي صلصة، وطعمها حلو جدا في منتهى الجمال. يعني بجد جربيها لو مجربتيهاش قبل كده، ما تستغربيش ان هي ما فيهاش طماطم او كده، بس صدقيني لما تجربيها تلاقي طعمها حلو جدا. وبصي اللحمه دايبه ذوبان خطيره. وعايزه اقول لكم ان الطاجن ده بيتحضر بسرعه جدا، وما بياخدش اي وقت ولا مجهود. الفطار كله ما خدش ساعه. ده يلا بقى نشوف كل ده عملناه ازاي. بس الاول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عندي اللحمه الضاني بتاعتي ببص فيها كويس جدا، واتاكد انها نظيفه تماما، وبديها كده غسله سريعه. وبعد كده بنزل بيها بقى في حله بتكون الميه فيها سخنه، وانزل باللحمه بتاعتي علشان اسلقها. وبعد كده بحط بقى المطيبات اللي هتخلي لي الشوربه بتاعتي طعمها حلو جدا. هحط معلقه كده صغيره من الثوم المفروم، واحط جزرايه، بصلايه، طماطمايه. كل دي مطيبات كده هتديني ريحه حلوه طبعا وطعم حلو للشوربه بتاعتي. كمان بحط الملح، بحط رشه صغيره من السكر، وهتاخدي احلى شوربه صدقيني. بصي بقى اللحمه بعد ما استوت كده بقت حلوه جدا ازاي، الشوربه رايقه ونظيفه وريحتها في منتهى الجمال. بطلع بقى اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت، بتتسلق للاخر يا جماعه، بتستوي تماما. وببدا كده بقى بطلعها بالشكل ده، واحضر بقى الباميه بتاعتي. عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم، وقرنين فلفل رومي مقطعاهم، وقرن فلفل معاهم حامي، وكمان كزبره، معلقه كده صغيره من الكزبره الناشفه. وكمان الباميه بتاعتي عندي كيسين من الباميه الفروزن، طبعا لو باميه فريش يبقى احسن، بس في الوقت ده مفيش باميه فريش استخدمت الباميه الفروزن. بنروح بقى على البوتاجاز، وبحط معلقه كبيره كده من السمنه، وانزل عليها بالثوم المفروم. زي ما انتم شايفين كميه الثوم معايا كبيره، لان هو الطاجن ده بيتميز، او البراني الصعيدي يعني بيتميز بكميه الثوم بتكون كتيره شويه. فعندي معلقه حلوه كبيره كده محترمه مليانه من الثوم، وانزل عليها بقى بالفلفل الاخضر، فلفل رومي كده، وفلفل حامي اللي بيحب الحامي. واقلب بقى، وبنت كده بنزل بالباميه بتاعتي واديها هي كمان تشويحه. وشموا يا جماعه الروايح، الريحه خطيره. بقلب بقى الباميه مع الفلفل مع الثوم كده لحد ما الباميه كده تاخد تشويحه خفيفه. وبعد كده بقى اروح نازله بالشوربه بتاعتي. بصوا السهوله، بصوا البساطه، وفي الاخر النتيجه صدقوني حلوه جدا جدا. بنزل بالشوربه زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبقى مغطيالي الباميه بتاعتي. عشان الباميه دي فروزن فمش بتاخد وقت، بتستوي بسرعه، فعشان الشوربه ما تبقاش عندي كتير. وبنزل بقى بعد كده باللحمه بتاعتي اللي استوت واتسلقت كويس، وانزل بيها بقى تاني في الباميه علشان تاخد بقى من الصوص ده بتاع الباميه، وتاخد من طعم الباميه كده، وتبقى في حته تانية خالص، وتبقى دايبه معايا. سيبها بقى تستوي براحتها، واعمل بقى شوربه لسان العصفور. بصي بقى التركه اللي هنا، انا بحمر لسان العصفور في معلقه من السمنه كده لغايه ما ياخد اللون الذهبي. وبعد كده بنزل عليه بالشوربه، وما بسيبهوش بقى يستوي على النار يا جماعه، علشان كلنا بنشتكي ان لسان العصفور بياخد الشوربه كلها، بيشربها وما بيبقاش فيه شوربه وكده. فلا، بصي بقى احنا بنحط الشوربه كده، وبسيبها بقى اول ما تغلي معايا. يعني هي غلت اهي كده بالشكل ده، اروح قافله البوتاجاز بتاعي ومغطيه الحله. هو بيستوي بعد كده مع نفسه من غير النار. وبعد كده هنبص بقى على الباميه بتاعتنا. بصي بتغلي بقى ازاي، اسيبها كده تغلي وتستوي الباميه، واغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي براحتها. بصي بقى الباميه بتاعتي بعد ما استوت بقت تحفه. الصوص اللي تحت ده طعمه خطير، بيتقل كده ويتكثف وبيبقى حلو جدا. بعد كده بقى بحط الطاجن بتاعي في الفرن تحت الشوايه، بولع عليه الشوايه بس لغايه ما الباميه واللحمه معايا يتحمروا وياخدوا اللون كده حلو جدا. خلي بالك هي ما بتاخدش اي وقت تحت الشوايه، بتتحمر بسرعه، وكده بتطلعيها وباميتنا بتكون خلصت. وادي لسان العصفور بتاعنا بصي استوى كده من غير البوتاجاز خالص، انا يدوب غلى وغطيت عليه زي ما قلت لك وسبته. بصي استوى ازاي. بعد كده بقى بزود له الشوربه، وكده خلاص لا بيشرب الشوربه بقى ولا اي حاجه، وبيبقى مفلفل معايا وتحفه بالشكل ده.
في منتهى السهولة والبساطة. بس كده اضيف له بقى كده الفلفل الاسود، وبس كده لسان العصفور كمان بتاعي خلص معايا. يلا بقى نعمل العصاج بتاع اللحمة. معلقة كبيرة برضو من السمنة، وانزل عليها ببصلاية، بصلتين متوسطين، واقلب في البصل كده لحد ما ياخد لون ذهبي بالشكل ده. وبعد كده انزل باللحمة المفرومة. عندي اللحمة المفرومة، عايزة اقول لكم انا حطيت نص كيلو من اللحمة المفرومة بس ما استخدمتوش كله، خدت اقل، فضل معايا لحمة متعصجة شلتها في الفريزر. وبعد ما اللحمة تتشوح كده وتبدأ تدخل في التسوية معايا، هنزل بفلفل الوان او فلفل رومي، بس الموجود عندك حطيه، بيدي طعم كده حلو جدا جدا في عصاج اللحمة بتاعي. بس كده ادي الفلفل كده تشويحتين، وكده خلاص اللحمة المفرومة بتاعتي اتعصجت معايا وبقت زي الفل. اجي بقى اجيب الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها الجلاش، وادهنها كويس جدا 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 بالسمنة من كل الاتجاهات زي ما انت شايفة معايا كده، عشان الجلاش ما يلزقش معايا. وابدا بقى احط ورقه ورقه، بين كل ورقه ورقه بدهن سمنه علشان الجلاش يبقى مورق وحلو جدا معايا، ما يبقاش لازق كده في بعضه، يبقى مورق كده وطعمه حلو ومقرمش ولذيذ جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد كده بقى بحط نص اللفه، وبعد كده بحط اللحمه المفرومه اللي انا عصقتها زي ما انت شايفه معايا كده، وادوس عليها كده اكبسها حلو عشان ما تخرجش وانا بقطع الجلاش وهو بيستوي، ما تخرجش بره الجلاش بتاعي. بس كده ارجع بقى احط تاني ورق الجلاش، وبرده بين كل ورقه وورقه برجع ادهن سمنه تاني علشان يبقى مورق معايا زي ما قلتلك. بصوا الموضوع سهل جدا ازاي. وعايزه اقول لكم ان الجلاش ضروري موضوع انك تدهني بين كل ورقه وورقه ده علشان يبقى مقرمش وحلو جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى بقطع الجلاش بتاعي، بتقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها زي ما انت عايزه براحتك جدا. لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن علشان هعمله دلوقتي تشريبه كده هنزلها عليه، علشان لازم يكون متقطع علشان يشربها، عباره عن بيض ولبن. عفوا. معايا كده اهو كوبايتين من اللبن، ومعايا عدد 2 بيضة، وبحط لهم ملح وفلفل اسود، واقلب الكلام ده كله مع بعض، واخلط بقى كده البيض مع اللبن، وانزل بيه على الجلاش. انا حطيت كوبايتين لبن يا جماعه علشان بحب الجلاش بتاعي يبقى طري وحلو كده. لو انت عايزاه مقرمش قوي زياده عن اللزوم، او مش بتحبيه طري يعني، فحطي كوبايه لبن واحده بس. انا حاطه كوبايتين علشان زي ما قلت لكم بحبه طري شويه، بيبقى طري وفي نفس الوقت مقرمش، يعني مقرمش من بره وطري من جوه. بس ممكن تحطي كوبايه واحده بدل كوبايتين لو انت عايزاه مقرمش اكتر. بس كده بوزع بقى اللبن او خليط اللبن والبيض ده على الصينيه بالشكل ده، وادخل بيها الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما يطلع معايا ويبقى بالجمال ده، ويتحمر الوش بتاعه بالشكل ده. وبس كده فطارنا خلص النهارده. لسان العصفور بتاعنا الجميل مفلفل اهو، الشوربه فيه كتيره وحلوه، مخدش وقت، حمرناه، حطينا الشوربه، غطيناه، استوى. بس كده يعني ما نسيبوش بقى يغلي على النار ويشرب الشوربه كلها. بصي بقى الجلاش مورق وتحفه تحفه 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 ازاي، وفي نفس الوقت طري جدا، وفي نفس الوقت مقرمش برضو، مقرمش من بره طري من جوه، مورق وتحفه. بصي بقى اللحمه بتاعتنا استوت وبقت دايبه، لان هي استوت اصلا، اتسلقت كويس وبعد كده استوت تاني في الباميه، فعايزه اقول لكم بقت دايبه جدا. والباميه بتاعتنا شكلها يفتح النفس، خفيفه. بصي الصوص اللي بقولك عليه، اللي كنت بقولك عليه اهو، الصوص ده وهمي، طعمه خطير. انت اصلا هتسيبي الباميه وتاكلي في الصوص ده، تحفه جدا، واللحمه دايبه جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناه. ولو عايزين اي وصفه قولولي في التعليقات، وان شاء الله هعملها لكم، وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، لان بجد رايكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ويلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.